هاي الردانات مالتنا. هاي هنا عندنا الطول، وهاي الجهات من هنا المغلقة اثنيناتن. نجي نجيب هذا البدل مالتنا نخليه هنا على الردان. زين، هاي اضبط طريقة للرياضي. تمام. احنا ايش قد قلنا نزلنا من البداية؟ ايش قد قلت راح انزل هنا؟ قلت راح انزل 8 سنتيم، صح؟ قلت راح انزل 8. من صعدت هنا فوق حفرة الابط، تتذكرون من صعدت فوق حفرة الابط صعدت 8 سنتيم. هاي صعدتها راح انزلها هسه هنا 8. هاي 8. زين، هاي 8 سنتيم. ويا هاي 8 سنتيم اجي اخلي البدل مالتي. زين، شنو الهدف والغاية انه اخلي هذا هنا؟ الهدف والغاية انه اطلع هذه هنا عندي الزاوية هذه قائمة. زين، هذه الزاوية هنا لازم تطلع عندك قائمة. اذا هاي الزاوية ما طلعت هيك قائمة معناها تفشل عندك الرياضي، وغير هذا الحكي ماكو. زين، هذه قاعدة اساسية، بس شنو يعني نادرا ما ينطوكم اياها، لانه يعني هو هذا سر نجاح الرياضي. هو هذا سر نجاح الرياضي. انت تطلعين هاي الزاوية قائمة وتقصين حفرة الردن على حفرة الابط نفسها. الهدف مو انه اطلع هاي القصة. هاي شنو هي القصة؟ مو فد شي صعب. اني ليش دا اجي اخليها هنا؟ ها، مو فد شي صعب، عادي يعني. هو خط مائل، اجي اقص الردن خط مائل. الهدف انه انت تطلعين هذه الزاوية هنا هاي قائمة. هاي الزاوية من طلعت عندك قائمة باللبس الدشداشة لا راح تهدل، لا راح يصير بها اي اشكالات. زين لو لا؟ فانتبهوا. هسه من طلعت يعني انت تجين تخلين هذا البدل هنا. عينك وين؟ عينك مو هنا ولا هنا، ولا عينك هنا تخلي لي اهم شيء هاي الزاوية قائمة، اهم شيء. الباقي كله سهل. اني ما اثنيناتن الظهر وامام نفس الشيء، غير الامام يصير اكبر فاجي اقيس حفرة الامام. بالرياضي شلون تقيسين حفرة الامام؟ تجين تخلين الاولتشي وين؟ هنا على الردن، هنا على الردن. زين، وتنزلين القياس اللي ترديه. احنا ايش قد قلنا قياسنا؟ لارج. اذا راح انزل العفو اكس لارج، راح انزل 19. زين، الاكس لارج يتراوح من 19 الى 20. زين، هسه راح اجي هاي وين باعولي؟ هي الشكل ويا هاي ويا هذه، هالشكل راح احفرها، راح تطلع عندي مسبعة كلش حلوة وبسيطة. هاي حفرت الامام. زين، شوفوا هذا الظهر ينشال يبقى نفس الظهر، وهاي الامام بهيجي حالة لا راح تدلع عندك، العفو ما راح ترجع لي ورا عندك، ولا راح تطلع عندك دلعة ولا كل شيء، لان انت ماخذه قياسك المضبوط. ماخذه هذا قياسك المضبوط. منين ما اخذته؟ اي منه.